السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض البغاشة، حاجة كده من الزمن الجميل، حاجة قديمة شوية من أيام أمهاتنا وجداتنا كانوا بيعملوها لنا يفرحونا بيها قوي، وهي سهلة ومكوناتها سهلة وبسيطة ومش بتحتاج مقادير كتير. نبدأ بسم الله ونشوف الطريقة. أول حاجة هنعملها الشربات بتاعها أو العسل، كوبايتين مية كوبايتين سكر عليهم عصرة ليمون، ونرفعهم على النار من 10 ل 12 دقيقة. وبنعملها طبعا قبل ما بنعجن عجينة البغاشة عشان لازم الشربات يكون بارد جدا. بعد كده في بولة بنحط بيضاية واحدة ومعلقة كبيرة سمنة وفانيليا ومعلقة كبيرة من الخل، وبنقلب المكونات دي مع بعض بالمضرب اليدوي بالشكل ده. وبعد كده بنضيف الدقيق. انا معايا كوبايه دقيق، بنضيفها بالتدريج جزء جزء كده ونقلب. وبنضيف معاها معلقه كبيره من النشا ومعلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه ملح صغيره. بنعجنها بقى بايدينا لغايه ما نحصل على عجينه متماسكه ناعمه معانا. زي ما انتم شايفين هي مش بتحتاج مجهود خالص، يعني هي حاجة سهلة بكل المقاييس، يعني كمكونات وكمجهود كطريقة عمل سهلة في كل حاجة. لو لقيت العجين ناشف معاكي شوية بنضيف له بس معلقة مية عادية لغاية ما نحصل على قوام ناعم. ما بتاخدش عجن خالص، يعني دقيقة بس بالشكل دوت عشان العجينة تنعم معانا. هي كده جاهزة، بسيبها ترتاح 10 دقايق وبعدين هنفردها مع بعض. هنا انا رشيت رشة نشا صغيرة، نشا مش دقيق، رشة بسيطة كده. وهفرد عليها العجين بالنشابة بشكل طولي، يعني انا عايزاها تبقى شكلها زي المربع كده. فردتها وبشيل الزيادات، والزيادات دي طبعا هعيد تشكيلها تاني. وبقطعها شرايح. الحجم بقى انتي اتحكمي فيه، عايزة تكبريه زي ما تحبي. انا عملتها قطع صغيرة كده، انتي عايزة تكبري زي ما تحبي. خلاص هي كده جاهزة للقلي. طاسة فيها زيت سخن جدا، بنزل القطع دي فيها يدوبك تحمر على ما بتاخدش حاجة على النار، تحمر على الناحيتين كده. وزي ما انتوا شايفين بتنفش معايا كده على النار، وبتبقى هشة وجميلة جدا. تاخد لون على الناحيتين وبطلعها على طول على العسل اللي هو طبعا بارد جدا، انا عاملاه قبليها بفترة، لازم يبقى بارد خالص. وبكرر العملية لغاية ما اخلص الكمية معايا. لونها ذهبي وجميل على طول على العسل بتاعها. وبصفيها واطلعها في طبق التقديم. اسرع والذ حاجة بجد ممكن تعمليها يمكن يوميا. والعسل ده طبعا متشال معاكي في التلاجة جاهز، مش هتستخدميه مرة واحدة، لا ممكن تعمليه منه كذا مرة البغاشة. وصفة سهلة وبسيطة قوي قوي، وبجد طعمها حلو وولادك هيفرحوا بيها. حاجة حلوة كده في السريع وفي في التوفير يعني. اتمنى تكون وصفتي النهاردة عجبتكم، واللي مش مشترك في القناة يشترك ويحط اللايك ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد من اكلات ووصفات ام الدنيا.